خد يا بنت وهو مفوضية اللاجئين اما تقول لك ان احنا عندنا في مصر مليون و100 لاجئ. يا راجل ده انا نزلت يوم عيد القيامة اللي فات ده بتاع المسيحيين، العيد اللي عدى ده القربة يعني ارقى مناطق مصر. شفت عدد الافارقه المسيحيين اللي لما يحتفلوا بالعيد في القربة تقريبا اكتر من 2 مليون، يعني مليون و100 ايه. طيب الحكومة المصرية بقى اما تقول لك ان احنا عندنا حوالي 10 12 مليون. طب هو مين اللي كذاب، مفوضية اللاجئين ولا الحكومة المصرية؟ اقول لك يا بيه ولا ده كذاب ولا ده كذاب. مفوضية اللاجئين اما تحكي عن مين بقى؟ اما تحكي عن الناس اللي مقدمين لجوء قانوني للمفوضية فعلا وارد يكونوا مليون و100 بس. لكن انت عندك يا بيه مهاجرين غير شرعيين، يعني ناس جايه كي مش تبع حد. يعني ممكن توقف في الشارع تقول انت تبع مين، يقول لك انا مش عارف، انا طياره رميتني هنا وقالوا لي عيش في الحته دي. ما تعرفش هم تبع مين ولا جايين منين ولا اصلا مين دول. خلي بالك دول مش سودانيين، دي ناس هربانه للسودان وداخله من حدود السودان، طبعا استغلت الحرب واللي ما يحصل ده ودخلوا حدود مصر بطريقه غير شرعيه. فانت عندك النهارده حوالي 10 12 13 من ارقام طبعا كبيره جدا، وعاملين ضغط كبير على الاوضاع المصريه. احنا عندنا يا جماعه الاقتصاد يعني الدنيا ضيقه والظروف وحشه، فاحنا بصراحه مش مستحملين. فدول مش اللاجئين، احنا مستحملينهم يا بيه. مليون و100 مقدمين طبعا المفوضيه، اما ياخدوا دعم، اما نتفاوض بيهم احنا مع اوروبا بنستغلهم يعني في ايه، مصالح رايحه جايه. لكن يا جماعه باقي الناس دول مهاجرين غير شرعيين ودول لازم يروح، هم دول بقى اللي لازم يروح. فاحنا اما نفوض الحكومه المصريه بعد اذنكم، بعد اذنك يا معالي رئيس الوزراء، يا بعد اذنك يا جماعه الناس دي ابوس ايدكم روحوهم عشان ما يحصلش زي ما حصل في تونس. وايه اللي حصل يا عمده في تونس؟ اقول لك الحلقه الجايه. روحوهم بعد اذنك، شيروا لهم وابعتوا لهم.